عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لماتش العودة بين الزمالك والشرطة الكيني اللي الزمالك فيه فاز ذهابا وإيابا وصعد لدوري المجموعات في الكونفدرالية. كنا اتكلمنا قبل كده على إيجابيات الزمالك في الماتش دوت إن كانت قليلة، بس في إيجابيات قلنا لازم نشتغلوا عليها. ظهر سلبيات كتير وفي نقاط ضعف كتير ظهرت في ماتش الزمالك ذهابا وإيابا. نبدأ نفنط كده السلبيات ديت اللي أتمنى إن الجهاز الفني يكون درسها ويكون دونها. طاقم التحليل اشتغل مع الجهاز الفني يقولوا له السلبيات بتاعتنا عشان خلاص كلها ساعات، ويبقى في ماتش السوبر الأفريقي بيننا وبين الأهلي اللي هيفرق كتير أوي مع نادي الزمالك. ربنا يكرمنا بيه ونفوز بيه إن شاء الله. هنتكلم عن بداية أول السلبيات. الدفاع الزمالك بان في الماتشين دفاع هش ضعيف مش متماسك. فرقة الشوطة الكيني دي بإمكانياتها الضعيفة القليلة وصلت لمنطقة جزاء الزمالك، وأوقات وصلت للسكس ياردة وهددت مرمى الزمالك في الماتشين ذهابا وإيابا. يعني ذهابا على أرضهم والجو والأجواء وبداية الموسم وكدهوت، لما على أرضك وصلوا لمنطقة جزاء الزمالك، بل أحرزوا أهداف، أحرزوا هدف يعني. فأنت دي مشكلة ومعضلة إن دفاع الزمالك يبقى بالمنظر ده. أنت بتلعب فرقة قليلة، أنت عندك ماتش مع فرقة قوية عندها خط هجوم قوي، فأنت لازم تعمل حساب لدفاعك الضعيف تشتغل عليه. دفاع مفتوح، يعني دفاع في معنى الكورة مكشوف. زائد ان انت عندك الكرة التانية على طول على منطقة جزائك متاخدة منك، تلاقي الفرقة بتاعت الشوطة الكيني على طول بياخدوا الكورة منها. كورة فاول صبحي بيطلعها تنزل على حدود ال 18. اللعيب بتاع الشوطة الكيني رغم ان لو امكانياته عالية ده كان ممكن يحطها في الجون مستريح تصويبة بالجون. ومصطفى الزناري من ضمن دفاع نادي الزمالك في كورة باع نفسه فيها زي كورة ماتش الكاس بتاع الجيش. انت نهاية اخر دقيقة في الماتش بدل ما تكعبل او تعمل فاول مع لعيبة الجيش تاخد طرد مفيش مشكلة، الماتش خلص. سبته راح جاب جون التعادل والزمالك خرج من ماتش الكاس. جه ماتش في الماتش دوت باع نفسه مع اللعيب بتاع الشرطة الكيني من نص الملعب. الراجل خده وراح بيه لغاية ما راحت للاعب تاني كان مواجه لمحمد صبحي، يعتبر انفراد برضك عشان سوء حالتهم وسوء مستواه الفني. الراجل معرفش يستغل الكورة ويروح على محمد صبحي ويحرز هدف. انت عشان قدام فرقة كانت ضعيفة فنيا فمعرفش تستغل ان انت كنت هش دفاعيا. زائد ان في جاب كبير قوي بين نص ملعب الزمالك اللي هما مركز 6 ومركز 8 بتاعنا والباكات مع المساكين ورا، جاب كبير. لعيبة الشوطة الكيني كانت بتنقل الكورة بأريحية في المنطقة اللي بين نص الملعب وخط الدفاع، كانوا بيروحوا بزيادة عادية علينا. وبرضك عشان خاطر إمكانياتهم الضعيفة سواء فنيا أو كرويا، اللعيبة ديت ما عرفتش تعمل حاجة ما عرفتش تحرجنا. كنا ممكن نخش في موقف لا يحصل عليه. انت الماتش كان ممكن يتكهرب، ولينا خير دليل السنة اللي فاتت في أولد أسرار جيبوتي السنة اللي فاتت إن احنا كنا هنخرج منه بسبب برضك إن احنا دفاعنا كان ضعيف. احنا اتكلمنا عن الاجابات امبارح، من ضمن الاجابات ان انت كان عندك استحواذ وتسديد وخلق فرص بس ضعيف. مش استمرارية، مفيش استمرارية للاجابات بتاعتك. انت على فترات من الماتشات بتبدأ تظهر ما عندكش ورا بعض ورا بعض ورا بعض، او انت حتى مثلا تقعد فترة مثلا مستحوذ او بتسدد او بتعمل هجمات وفترة مثلا ايه تعمل ايه هدوء للملعب. لا انت فين وفين اول ما بتعمل استحواذ وتمرير للكوره وتدوير للكوره وتعمل هجمه منظمه وتخلق. انت استحوذت لدرجه انت عديت مثلا 61% 62% استحواذ وعملت هجمات، بس خلقت فرص قصاد الاستحواذ. يعني 90 دقيقه لما لما اخلق بالظبط 4 فرص تهديف، منهم فرصه جون اللي هي بتاعت احمد زيزو. من ضمن 4 فرص فرصه الجون بتاعت احمد زيزو اللي وصلها عمر جابر بمجهود فردي من نص الملعب مع مصطفى شلبي. فانت الاستحواذ ده كله مع فرقه زي ديت بامكانياتها ديت بتخلق 4 فرص بس للتهديف، دي نسبه قليله جدا. يبقى انت عندك مشكله في خلق الفرص، عندك مشكله في الحلول في الجانب الهجومي.
من ضمن المشكله اللي في الجانب الهجومي ده ان انت عندك اللاعب ناصر ماهر، المفروض هو حلقه الربط بين خط الدفاع وخط الهجوم لنادي الزمالك. ناصر ماهر مش عارف بقاله فتره تحس مش موجود في التيم بتاع نادي الزمالك. استلامه للكوره سيء، الكوره تطول منه، بيستلمها تروح للمنافس. لما بيستلم الكرة تحت رجله بياخد بعضه ويروح في قلب دفاع المنافس، بيخش في وسط الزحمة عايز ياخد الكرة لوحده ويجري، فبيدي علينا هجمات. ده ناصر ماهر من ضمن برضك السلبيات اللي كانت موجودة في الفريق. انت كنت بتعمل استحواذ، نعم، بس بتيجي عليك اوقات كده في مساحات كبيرة في نص الملعب مفيش لاعب بينزل يستلم من زميله، فبيضطر اللعيب اللي معاه الكورة يبدأ يشتغل فردي، يبدأ يرجع تاني بالكورة تاني لورا الدفاع. ففي مناطق كتير قوي في نص الملعب، كانت كتير قوي من الماتشات بتلاقي المنطقة دي ايه، فاضية، محدش بينزل يستلم ويطلع الكرة للخط الأمامي. أحمد سيد زيزو من ضمن برضك فيه، هو من نجوم المباراة بإحرازه الهدف وعامل شغل بيخش في عمق الملعب ويعمل زيادة هجومية، بس عنده مشكلة. أول مشكلة إن هو الارتداد الدفاعي مع محمد شحاتة في الجانب اليمين ضعيف. زي الماتش اللي هناك كنا على طول بنلاقي اتنين تلاتة على محمد شحاتة لوحده، كان في هجمات كتير قوي من ناحية محمد شحاتة محدش بيسانده. زائد إن أنت من زمان زيزو عنده مشكلة إنه بيستلم الكورة، ما عندوش اللعب اللي هو ايه السريع. في اوقات كتير ما لعبش السريع، لا لمسه لوحده، لا ياخد الكرة دب 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 عايز يخش اصلا ما يتضرب، يتعمل مع فاولات، يتكسر، تضيع منه. عنده مشكله في حته اللي هي اللعب السريع. دي من ضمن السلبيات اللي موجوده معانا في الفرقه. عندنا مهاجم الفريق الجزيري على طول في هجمات الزمالك الكرة شمال تلاقيه هو على الزاوية البعيدة ناحية اليمين، كرة يمين هو على الزاوية البعيدة ناحية الشمال. ما شفتهوش بيقطع على القريبة، قليل قوي لما بيقطع على القريبة. في كور كتير محتاجة ان هو ياخد على القريبة، يقطع على القريبة، يسبق المدافعين، هو مستني الكرة تجيله على البعيدة. حتى الكرة لما جات له عدت له راحت على البعيدة، لما اتعامل معاها بالهيد ما اتعاملش معاها صح. يعني انت مهاجم يخلق لنفسه فرصة او بتحركاته خلقت له فرصة واحدة بس في المباراة كله. هتقول لي عيب صناع العاب، لا، انت الناس بتوصل على حدود 18، انت واقف مستني الكرة في البعيدة. ما انت معلش يعني. وانا بقى مش كل مره ادور على لك على البعيد، عقبال ما تجي لك على البعيد هتعمل ايه؟ انت واقف حتى على البعيده، مش على العارضه البعيده، انت بره العارضه، بره القائم، واقف بعيد عن القائم، فانت على طول واقف على البعيده. ليه يا عم؟ المهاجم متنوع، مهاجم اول اوقات بينزل لتحت مع حدود 18 بيشوط. انت سددت الكوره بدوران كويس، سددت الكوره كويسه، بس انت على طول على البعيده، على طول على البعيده. خليك مره على القريبه، خليك مره على حدود 18، نوع في فكرك الهجومي. ده الجزيري. مصطفى شلبي، مصطفى شلبي عامل عقد بينه وبين الخط. من ضمن الفرص اللي جات لنا منهم فرصتين لما مصطفى شلبي حن على الفرقه ودخل لمنطقه جزاء الفريق الشرطه الكيني، عمل خطوره. لما سبت الخط ودخلت جوه ال 18 عملت خطوره طول الماتش. الكوره في الجانب اليمين، يعني بنبص لاحمد زيزو بيخش في قلب الملعب لما الكوره بيبقى في الجنب ده، بينزل يساعد، بيستلم، بيطلع الفرقه، بيخش في قلب الملعب، بيشتغل مع الناس. انت الكوره في الجنب اليمين، هو على الخط عن جنب الشمال، الكوره خلاص قربت على ال 18 والدنيا مساحه فاضيه قدامك، هو على الخط. حتى تلاقي مثلا في كور الصور كده مش باين فيها الخيال بتاعه، هو اللي باين واقف على الخط والكوره بعيد. يا عم ضم، هتلاقي احمد سيزو ضم بيجري من الجنب التاني مستنيه يجري مثلا ورا الجزيره او يخش مع الجزيره في الملعب، واقف على الخط، واقف على الخط. عمر جابر جاي يطلع واقف على الخط. في كوره تلاقي ثلاثه واقفين، يعني اتنين عمر جابر ومثلا دونجا هو واقف على الخط. يا شلبي لعيب الوينجر المثالي، الوينجر الفعال، اللي هو بيشتغل مع الباك بتاعه مره قلب الملعب، مره على الخط، مره بيخش 18 بيكمل. انت خلاص الخط بقى مثالي ليك. لا، ما فيش كده. انت منقصنا واحد في قلب الملعب. يعني اوقات لما زيزو بيروح على الخط الناحيه الثانيه، انا محتاج انت تخش في قلب الملعب مع ناصر ماهر، مع عبد الله السعيد، تشتغل، تخش ال 18 مع الجزيري، تبقى مهاجم تاني. انت في الماتش كله لما تعملها لي مرتين
غريبة. حتى لمّا جيت برضك دخلت ال18 في مرّة من المرّات بتلعب الكرة عرضية لحسام أشرف، بتلعبها له بدل ما تلعبها له على الأرضية بتلعبها له عالية، جاي صعب إنه يلعبها بدماغه وهو جاي جري. فأنا إيه اللي بينك وبين الخط؟ أنا مش عارف. يعني مصطفى شلبي لازم تطوّر من نَفْسك. أنت أسلوب لعبك اتحفظ، أسلوب لعبك عارف إن أنت تجري على الخط، أسلوب لعبك عارف إن أنت بتجري بالback بتاعك، فخلاص كُلّه حفظك. أنت عندك سرعات وعندك مهارات، بس اتحفظت. لازم تنوّع، لازم تنوّع من شغلك، خُش قلب الملعب، خُش في منطقة جزاء الخصم، لازمًا تشتغل، لازم تشتغل الشغل دوّة. دي سلبية من ضمن السلبيات اللي موجودة معانا، إن أنت حتى أنا مش عارف، ما برضك للأسف ما فيش winger معاك يشتغل معاك في الجنب ده. فدي من ضمن السلبيات اللي موجودة في نادي الزمالك. السلبية بقى الأخيرة هاتكلم عليها، اللياقة البدنية. آخر 15، 20 دقيقة الزمالك حرفيًا بقى واقع على الأرض. لعيبة بتوع شرطة الكيني بقوا واخدين الملعب لحسابهم. ما فيش مرتدات، ما فيش ارتداد دفاعي، التحامات ضعيفة. منهم ده في لاعب خد 3 في عند حدود 18 ولعبها للناحية التانية ودخل 18 زميله لعبها له، خدها كان ممكن يبقى جون التعادل، حطها من فوق العارضة من فوق محمد صبحي. يعني أي سبرنت في آخر في أوقات المباراة، أي التحام، أي داشنج، أي كور بينية، أي سرعات، أي في مجمل الكورة أنت اللياقة البدنية بتاعتك في الواقع. أنت بعد آخر تلت ساعة بالظبط أنا من لاعبين الزمالك مش لاقيها في الملعب، مش قادرة تجري، مش قادرة تجاري، مش قادرة تلتحم، مش قادرة تعمل هجمات، مش قادرة تباصي. إحنا بالمنظر ده هتخش ماتش السوبر بالهلهلة اللي أنت فيها ديّة دفاعيًا وربط ولياقة والحاجات دي كلها، لأ معذرةً يا جوميز إحنا مش رايحين نتفضح. إحنا مش رايحين يتلعب علينا كورة، يتعمل علينا نتيجة، يتعمل بالمنظر ده. معلش أنا قلقان. أنا راجل بنشجع كورة وفاهمين كورة، معظم جماهير الزمالك عارفة، شايفة الوضع اللي في الملعب. أنت في ناس رايحة، ما فيش تكتيك، ما فيش ربط، في لعيبة كتير أوي مش موجودة، في تباعد. في إجابات قُلناها، الإجابات دي ما بتستمرش، مش مستمرة. ما فيش خلق فرص كتير. أنت في الماتش كله تعمل لي 3، 4 فرص. ما فيش فرقة كبيرة تسمح لك حتى بالفرص ديّة. أنت مع فرقة صغيرة بتعمل 4 فرص بس، ما بالك مع فرقة كبيرة هتوصل للجون بالأسلوب ده؟ هاسيب الدفاع والمنطقة بين الدفاع وخط الوسط دوّة مفتوحة كدهوّة، ما فيش ارتداد دفاعي، حد هيسمّي عليك؟ ما حدش هيسمّي عليك. في الالتحامات حد هيسمّي عليك؟ ما حدش هيسمّي عليك. إذًا أنت عندك مساحة. كان من يوم الجمعة اللي فات ساعة الماتش لغاية الجمعة الجاية ماتش السوبر، أعتقد إن أنت لازم تبقى شُفت الحاجات دي كلّها وتشتغل عليها. ما تقولش إن الزمالك كل مباراة بتتحسن عن المباراة، لأ ما فيش تحسن. أنا ما شُفتش فيه تحسن. أنت على أرضك أهو، ما فيش جمهور بس على أرضك مع فرقة أنت بتعمل عليها try ماتش، تعمل عليها ماتش وِدّي كده بتطلّع، بتعمل عليها الشغل بتاعك اللي أنت المفروض تعمله، ومش عارف تعمله. يبقى معلش يعني لأ، ما تقوليش إن في الزمالك بيتقدم من ماتش لماتش. ما تقوليش بعد أقدم من ماتش لماتش. أنا مستني مثلًا لغاية نُص الموسم ما يعدّي وأقول الزمالك بيتقدم من ماتش لماتش ويروح مني نقط ويروح مني بطولات. يا رب نكون شُفنا السلبيات، ويا رب يكون جوميز شاف مع طاقم المحللين اللي معاه، يشوفوا الحاجات دي كلها ويشتغلوا عليها. برجولة اللعيبة بحماسهم، بالدفاع عن التيشيرت بتاعهم، الدفاع عن الشعار والكيان وعلى اسمهم، والرد على الجانب التاني واستفزازاتهم ان هم رايحين واثقين ان هم يفوزوا. اعتقد الحاجات دي كلها لازم تبقى قدام عينيهم عشان ان شاء الله ربنا يكرمهم بالفوز بالسوبر ان شاء الله.